دكتور عيد السمهودي نقل عن ياقوت الحموي أن من خصائص المدينة للمطر فيها رائحة حسنة لا توجد في غيرها، لأن الطين اللي فيها نوعيته جيدة، ولذلك أحسن فخار ويصنع منه الزير حق المياه وحفظ المياه هو من المدينة، يجعل الماء ذو طعم طيب ورائحة طيبة. السبب أن الطين خلاصة حرارة المدينة، الطينة البركانية، والمدينة هي واحة من الواحات في الجزيرة العربية المشهورة اللي يجتمع فيها الواحة، تعد من الواحات الخمس الموجودة في الجزيرة العربية. واحة يثرب قديما المدينة المنورة، خلاصة الطين فيها الطمي جيد جدا أو ممتاز، رائحة طيبة. والله خلق الإنسان من صلصال كالفخار، فلذلك السمهودي لما يمطر على المطر يشم رائحة طيبة للمدينة بسبب نوعية الطين. لذلك المدينة بسبب نوعية الطين، خلاصة الحرات البركانية اللي تأتي، نوعية التمر اللي فيها، والنعناع من أجود التمور في العالم، والنعناع في المدينة المنورة متنوع، ليس فقط النعناع المديني المشهور، إنما الحساوي والدوش. والحساوي ليس نسبة إلى الأحساء، إنما منطقة بالقرب من ذو الحليفة. سبحانه وتعالى سمى المدينة طابة، والرسول سماها طيبة لطيب أرضها وطيب مائها. هذا الاسم لم يأتي من فراغ. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على والحلول محمد. الطيب في